بسم الله الرحمن الرحيم. من دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، بعنوان هجر القرآن. كانت بتاريخ 9 من شهر الله المحرم لعام 37 و400 وألف للهجرة. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشكو قومه قريشا، لأن الآية مكية، يشكوهم إلى الله عز وجل أنهم هجروا القرآن الكريم. والمراد أنهم هجروا الإسلام وهجروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحبوا الكفر واستمروا عليه، استمروا على عبادة غير الله عز وجل. عباد الله، هذه الآية وإن كانت نزلت شكوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشكو قومه المشركين، إلا أن الهجران للقرآن
استمر حتى في أفراد من أمة محمد. وسنتذاكر في هذا المقام شيئا من هذا المعنى ليعلم كل إنسان من نفسه هل عنده شيء من هجران القرآن الكريم. فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك فليعلم أنه من جملة من شكاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه. من هجران القرآن الكريم الكفر بالله جل وعلا، وهو الذي من أجله نزلت الآية. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قومه بأساليب مختلفة وبرفق تام وبنصح تام، فهو أرفق الناس وهو أنصح الناس وهو أحلم الناس وهو أبصر الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. ومع ذلك استمروا على إعراضهم، ألان لهم الخطاب وخشنوا له خطابهم، صبر على معاملتهم وأساءوا إليه وإلى أصحابه بما لا يخفى على كثير منكم ما عاناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته قومه إلى دين الإسلام. ومع ذلك استمروا على كفرهم، وكم مات منهم وكم قتل منهم على الكفر والشرك بالله عز وجل، حتى من الله على من بقي منهم بالإسلام في عام الفتح. ومن هجرانهم للقرآن الكريم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم من أجل أن يشوشوا على قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا سولت لهم أنفسهم أنهم لو شوشوا على قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم غالبون، وما مثلهم إلا كمثل الذي يثير الغبار على السماء وهيهات له ذلك، وكمن يغطي بكفه على الشمس ليحجب ضوءها عن الخلق وهيهات له ذلك، وهل يضر السحاب نبح الكلاب. هكذا كان صنيعهم، أنهم يرفعون أصواتهم ويأتون بالكلام الباطل ليشوشوا على قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبى الله عز وجل إلا أن تصل القراءة إلى آذان من شاء من خلقه، وتقتحم المعاني قلوب من شاء من خلقه، فهدى الله من شاء منهم. فكان الرجل مع ما يبذل من الجهد ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفلت من حوله من يده، فلا يدري إلا وقد أسلمت زوجته، لا يدري إلا وقد أسلم ابنه، إلا وقد أسلمت ابنته، إلا وقد أسلم عبده، إلا وقد أسلم جاره، وهو مستمر في بذل الجهد للصد عن سبيل الله عز وجل. فلم ينفعهم ذلك، وهم ينهون عنه وينأون عنه
وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ينهون غيرهم وينأون بأنفسهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وبقي نحن المسلمين ما هو نصيبنا إن لم نتنبه لأنفسنا من معاني هذه الآية. فكم من الناس قد أصبح من الهاجرين للقرآن الكريم وتصدق في حقه الشكوى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الناس من هجر القرآن فلا يتلوه، فربما تمر السنة لا يختم القرآن الكريم، وبعضهم لا يقرأ إلا الجزء والجزئين، وبعضهم لا يقرأه بالكلية، فالعياذ بالله. هذا يؤدي إلى قسوة القلوب. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا عبد الله، لا بد أن يكون لك نصيب من القرآن الكريم. إن القرآن الكريم تبذل فيه الجهد الخفيف القليل والوقت القصير فتحظى من الأجر بما لا يخطر لك على بال ولا تدري بمقداره، كما جاء في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصفحة الواحدة تكتسب عشرات الآلاف من الحسنات، وأنت تظن أن الأمر سهل، أنت تكتسب الأجور العظيمة. فلو كنت في كل يوم تقرأ جزءا من القرآن فكم من الأجور تحظى بها، وكم من الحرمان يحصل لمن هجر القرآن الكريم. من الناس من لا يقرأه إلا في رمضان، من الناس من في بيته نسخة لكتاب الله قد علاها الغبار، وربما تركها في الدرج الذي تحت التلفاز فيجعل الباطل فوق الحق والعياذ بالله. وهكذا معشر المسلمين تراه حريصا على وضع باكة الدخان في مخبئه، لو وضع مصحفا في مخبئه كان خيرا له ليقرأ القرآن متى ما وجد فرصة، ومتى ما سنحت له فرصة قرأ القرآن الكريم. وهكذا لو كنت لا تحفظ إلا السور القصار فتظل في وقت فراغك تقرأ الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وما تحفظ من سور القرآن الكريم، هذا خير عظيم. أو تستمع القرآن من مسجل أو تلفون أو غير ذلك فيكون سمعك يقرع بكتاب الله وقلبك يهتز مع كتاب الله عز وجل ساعة بعد ساعة. ومن هجران القرآن الكريم ترك تدبره
وترك تدبر القرآن دليل على أن القلب مقفل. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورب قفل قد صدى فلا ينفتح، ورب قفل ضاعت مفاتيحه. فإياك أن يكون قلبك مقفلا وقد صدئ القفل، فعالج قلبك بالقرآن الكريم، تدبر معاني القرآن الكريم. القرآن عربي وأنت عربي، والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله تلاوته وتدبره وحفظه والعمل به، يسره الله عز وجل. تستطيع أن تحفظ جزءا من القرآن في وقت، لا تستطيع أن تحفظ مثله من كلام الناس في 10 أوقات مثله. الوقت الذي تحفظ فيه جزءا من القرآن، لو أخذت أوراقا من كلام الناس، لو بذلت 10 أوقات مثل الوقت الذي حفظت فيه القرآن، قد تستطيع وقد لا تستطيع أن تحفظ ذلك الكلام الذي من كلام الناس، لأن الله يسر حفظ كتابه، ولكن نفرة الناس عن حفظ القرآن الكريم هو الذي جعل قلوبهم يستصعب عليها الإمساك للقرآن الكريم. وحفظ القرآن كما يكون عندك حديد تفككه، فكلما وسعت اتسع بإذن الله جل وعلا. ففي البداية صعوبة، وفي النهاية سهولة، وفي غاية السهولة. يقول الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت ترى القرآن واضحا جليا. ليس المراد منك أن تبلغ في التدبر منزلة ابن حجر وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير، ليس المراد هذا. الله يعطي فضله من يشاء، ولكن يوم أن تقرأ آية من كتاب الله تجدها واضحة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمر واضح، يقسم الله أن الناس في خسارة إلا من حقق هذه الأربع. يكفيك هذا المقدار من التدبر. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تصوير ليوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. واضح أن من عمل الأعمال الصالحة التي تثقل موازينه فسيكون في عيشة راضية وهي الجنة. ومن كثرت معاصيه حتى خفت موازينه فأمه هاوية. أشكلت عليك الهاوية وما هي؟ قال لك: وما أدراك وما أدراك ما هي؟ نار حامية. واضح. ما أشكل عليك بعد هذا؟ سألت من هو أعلم منه. المهم أن تقرأ القرآن مستحضرا لعقلك، تمشي مع كل آية وأنت تتفهم معناها، وإذا بدأت فتح الله عليك. ومن هجران كتاب الله جل وعلا ترك العمل به، فلا يأتمر بأوامره
ولا ينزجر لزواجره. والكلام على هذا كثير، والأدلة على اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن أرادها ففي تدبر القرآن سيجد الشيء الكثير. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسله الله لنتباهى به، نحن من أمة محمد، تفتخر بذلك، هنيئا لك. هل اتبعته؟ عملت بالكتاب الذي بلغه إليك عن ربه عز وجل؟ ماذا عملت؟ فماذا ينفعك أن لو كنت من أمة محمد إذا لم تعمل بالقرآن الكريم؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالمراد من إرسال الرسل أن يطاع. فلهذا كم من الناس هجروا القرآن الكريم هجرانا عجيبا. الذين يتعاملون بالربا هجروا الأدلة التي تحرم الربا. الذين يقعون في الرشوة هجروا الأدلة التي تحرم الرشوة. الأدلة التي توجب صلاة الجماعة هجر التاركون للجماعة تلك الأدلة التي تدل على وجوب الجماعة. الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم هجروا الأدلة التي تأمر ببر الوالدين وتحرم عقوقهما. الذين وقعوا في قطيعة الرحم هجروا الأدلة التي توجب صلة الأرحام وتحرم قطيعتهم. الذين أساءوا الجوار ولم يحسنوه هجروا الأدلة التي تتعلق بحقوق الجار. وعلى هذا فقس: من الناس من هجر 10 آيات، من الناس من هجر عشرات الآيات، من الناس من هجر مئات الآيات. فأعد نظرا في نفسك، فأي آية تجد أنك مخالف لها فقد وقعت في هجرانها، وأي حديث لم تعمل به فقد وقعت في هجرانه. فقس نفسك أين أنت. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها المسلمون، فمن هجران القرآن الكريم ترك التحاكم إليه والانتقال إلى الأسلاف والأعراف أو إلى القوانين الوضعية، فهذا من هجرانه. وكم من الناس من يرى الاحتكام إلى الكتاب والسنة نقصا في حقه، وأن الاحتكام إلى الأسلاف والأعراف وإلى مشايخ القبائل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك هو الحل الأمثل.
نعم، هناك من مشايخ القبائل من يدعي أنه يلتمس لنفسه العذر بأنه يسلك مسلك الصلح لا مسلك الحكم، لأنه إذا سلك مسلك الصلح جاز له أن ينزل شيئا من حقوق الآخرين ونحو ذلك. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن سمع شخصا يتقاضى رجلا في دين له، قال له ضع النصف، قال قد فعلت، قال قم فاقضه. فقوله ضع النصف هذا صلح وليس بحكم. أما الحكم فإنه يقال للذي عليه الدين ادفع كل الذي عليه. فمن سلك مسلك الصلح جاز له ذلك، وللمحكوم عليه الاختيار أن يقبل الصلح أو لا يقبله. ولكن الأمر الذي يكون فيه الهجران لكتاب الله يوم أن يحكم بغير ما أنزل الله ثم يقول حكمت بينكم بكذا وكذا، فإن هذا هو المحرم. واعلموا أن الحكم بغير ما أنزل الله سبب لنزول عقوبة الله جل وعلا، بل العقوبات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بمعنى أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويصر على ذلك فقد جعل نفسه عرضة لنزول عقوبة الله، فليهيئ نفسه يتحمل ما يأتيه من عقوبات الله عز وجل المختلفة المتنوعة من أمراض وأسقام وفقر وتسليط أعداء وغير ذلك. كل هذا عقوبة من الله عز وجل، كما سمعتم قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن هجران كتاب الله جل وعلا ترك تلاوته ثم الإقبال على ما يقابلها من استماع الغنى واستماع له. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وانظر يا عبد الله، يوم أن ذهب يستمع الغنى كيف يجد في نفسه من الزهو والفخر والطيشان وقلة العقل والافتخار على الآخرين. عاقبه الله بالعذاب المهين. هو أليم ومع ذلك مهين. والله أعلم ما الذي يتعرض له من الإهانات في نار جهنم من التبكيت بالقول ومن لطم الوجوه وغير ذلك، من السحب على وجهه في نار جهنم وغير ذلك. كل ذلك عقوبة له على الإعراض عن كتاب الله عز وجل والبعد عن تلاوته والإقبال على اللهو وعلى الغنى
وعلى سماع الباطل، فيعرض عن كتاب الله ويستمع ما حرم الله، فيسمر على التلفاز وعلى الدش من قناة إلى أخرى، يتسمع الأغاني والمسلسلات ويتابع الأفلام. ربما يكون في هذا اللهو وفي هذه الغفلة والله عز وجل ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه سؤله، وذلك يوم أن ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فيا له من حرمان، يا له من حرمان. نعوذ بالله ومن هجران كتاب الله، ترك الاستدلال بكلام الله والإقبال على المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة. فقوم يذهبون يستدلون بكلام الفلاسفة في بيان كلام الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة ما يستحقه الله عز وجل، فيذهب إلى كلام الفلاسفة معرضا عن كلام الله عز وجل، أو أنه يستدل بكلام أئمته ومشايخه وعلمائه معرضا عن الاستدلال بكتاب الله عز وجل، أو أنه يستبدل القوانين الوضعية ويستبدل الديمقراطية بدلا عن كتاب الله جل وعلا، فتراه يستدل بقوانين جاءت من قبل الكفار، بالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غير ذلك، تراه قد ذهب إلى تلك القوانين تاركا لكتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره. والله عز وجل جعل القرآن الكريم حجة في حياتنا كلها، قاضيا على جميع أمورنا، على جميع أحوالنا. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، يهدي للتي هي أقوم في كل بقعة من بقاع الأرض، فليس هناك بقعة إلا والقرآن الكريم صالح لأن يحكم أهلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكل الناس، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الجميع. هذا القرآن يهديهم جميعا للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل قضية، فليس هناك قضية لا يصلح لها القرآن. يهدي للتي هي أقوم في السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم والاجتماع والعلاقات الأسرية والعلاقات الدولية، في جميع القضايا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن قال إن القرآن كان يهدي للتي هي أقوم والآن لا يصلح ونحتاج إلى غيره فقد كفر بالله عز وجل كفرا مخرجا عن الملة. أيها المسلمون، هذه لفتات فيما تضمنته هذه الآية الكريمة، والقرآن الكريم حقه أكبر من هذا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم، اللهم بارك لنا في القرآن الكريم. اللهم ارزقنا حفظ كتابك وفهم معانيه والعمل بمقتضاه، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
واخذل أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء اليمنيين. اللهم احقن دماء اليمنيين. اللهم احقن دماء اليمنيين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.